أهلا بيكم. يا ترى حد فكر قبل كده إزاي الكمبيوتر الآلة الصماء دي قدرت تتعلم لغتنا؟ إزاي بقت بتفكر بالكلمات؟ النهاردة هنرجع بالزمن ونشوف القصة المدهشة دي، الرحلة اللي في نهايتها وصلنا لعالم الذكاء الاصطناعي اللي بنعيشه كل يوم. السؤال ده السؤال المحوري اللي حير العلماء والمبرمجين لعقود طويلة هو إزاي ممكن نعلم آلة تفكر بالكلمات، مش بس تفهم أمر، لأ دي تفهم نكتة، تكتب قصيدة، أو حتى ترد على إيميل. ده كان لغز كبير قوي، والنهاردة هنحاول نفكك اللغز ده مع بعض خطوة بخطوة. طيب في بداية القصة دي خالص كان في زي ما تقولوا كده معسكرين، فريقين كل واحد بفلسفة مختلفة تماماً عن التاني. الفريق الأول نقدر نسميه مدرسة القواعد، كان بيقولك إيه؟ بيقولك لازم نمسك الكمبيوتر ونقعد نحفظه قواعد اللغة قاعدة قاعدة زي ما بنعلم طفل صغير النحو بالظبط. أما بقى الفريق التاني مدرسة البيانات، كان رأيه مختلف تماماً، قالوا لأ يا جماعة سيبوه، ارموا له كمية بيانات ضخمة وهو هيتعلم لوحده. خلونا نبدأ رحلتنا مع الفريق الأول، مدرسة القواعد الصارمة. في الأيام الأولانية دي الفكرة اللي كانت مسيطرة على الكل هي إن الحل الوحيد إننا نكتب كل قوانين اللغة، كل صغيرة وكبيرة بإيدينا، ونديها للكمبيوتر. تخيلوا معايا المشهد، علماء لغة ومبرمجين قاعدين بيكتبوا آلاف ويمكن ملايين القواعد، حاجات من نوعية لو لقيت كلمة ذهب يبقى الكلمة اللي بعدها غالباً هتبقى حرف جر زي إلى. عملية مرهقة بالشكل لا يصدق، كأنك بتحاول تحط محيط كامل بكل تعقيداته جوه كتاب قوانين صغير. وللحق النظام ده كان بيشتغل زي الفل، بس بشرط واحد، إن الجملة اللي بتدخله تكون مطابقة للقواعد بالمسطرة. يعني لو كتبنا له جملة مثالية زي ذهب محمد إلى المدرسة، الكمبيوتر هيبص في كتاب القوانين بتاعه ويقول تمام، الجملة دي صح 100%. لكن وهنا بقى بتظهر الكارثة، مجرد تغيير بسيط في ترتيب الكلمات حتى لو المعنى هو زي مثلا إلى المدرسة ذهب محمد، النظام ده كان بينهار تماماً، بيقف عاجز. ليه؟ لسبب بسيط ومنطقي جدا، مستحيل حرفياً إنك تكتب قاعدة لكل طريقة إبداعية، لكل أسلوب، لكل احتمال ممكن البشر يستخدموا بيه لغتهم. الفشل الكبير ده بتاع مدرسة القواعد هو اللي فتح الباب لثورة حقيقية في التفكير. العلماء بدأوا يقولوا لأنفسهم طيب لو كتابة القوانين مش هي الحل، يبقى إيه الحل؟ ومن هنا الأنظار كلها بدأت تتجه للمعسكر التاني، مدرسة التعلم من البيانات أو التعلم الإحصائي. وهنا جه السؤال اللي قلب الترابيزة حرفياً، سؤال بسيط في ظاهره لكنه عبقري. بدل ما نقعد نحفظ الكمبيوتر القواعد، ما تيجوا نديله أمثلة كتير جدا من كلامنا الحقيقي ونسيبه هو اللي يستنتج الأنماط بنفسه. دي كانت الشرارة، دي كانت نقطة التحول اللي غيرت كل حاجة. ومن هنا ظهرت حاجة اسمها النماذج الإحصائية. الفكرة بتاعتها ببساطة إن الكمبيوتر بقى عامل زي المحلل، بيقرأ كميات خرافية من النصوص ومهمته الوحيدة إنه يلاحظ إيه الكلمات اللي بتحب تيجي مع بعض. هو مش فاهم معنى الكلام ده إيه إطلاقاً، لكنه بقى خبير في اكتشاف الأنماط والتكرار. وإحنا هنا مش بنتكلم عن 1000 ولا 2000 جملة، لأ، بنتكلم عن ملايين بل مليارات الجمل والنصوص. دي بقت هي المكتبة الضخمة أو الكتاب المدرسي اللي الكمبيوتر بيذاكر منه. والقاعدة كانت بسيطة، كل ما تديله بيانات أكتر كل ما تحليله للأنماط بقى أدق وأقوى. يعني مثلا شوفوا معايا المثال ده عشان الصورة توضح. الكمبيوتر بعد ما قرأ ملايين الجمل، لما بيشوف ذهب محمد إلى، هو من جواه كأنه بيفكر كده: أنا شفت التركيبة دي آلاف المرات قبل كده، وفي معظمها الكلمة اللي جت بعدها كانت المدرسة. احتمالية إنها تكون المدرسة عالية جدا، لكن احتمالية إنها تكون البرتقالة شبه مستحيلة. هو بقى شاطر جدا في لعبة التخمين دي، تخمين الكلمة اللي جاية بناء على الإحصائيات. والطريقة دي بصراحة كانت نجاح باهر في التنبؤ بالكلمات. لكن دايماً في لكن، النجاح ده كشف عن فجوة أكبر وأعمق بكتير. سؤال خطير، هل الكمبيوتر ده وهو عمال يخمن الكلمات فاهم أصلاً معنى أي كلمة من دول؟ عشان نفهم حجم المشكلة خلينا نشوف المثال ده. عندنا جملتين، الطالب يتعلم والتلميذ يذاكر. أي حد فينا هيفهم فوراً إن الجملتين دول تقريباً بيقولوا نفس الحاجة، المعنى قريب جداً. لكن بالنسبة للكمبيوتر الإحصائي لأ، دول عالمين مختلفين تماماً، دي حروف ودي حروف تانية خالص، مفيش أي رابط بينهم. فالسؤال هنا، هل الكمبيوتر كان شايف التشابه ده في المعنى؟ هل كان مدرك إن كلمة طالب وكلمة تلميذ ولاد عم؟ الإجابة وبكل وضوح كانت لأ.
ولا أي حاجة. بالنسبة للنماذج دي، الكلمات كانت مجرد رموز جافة، حروف ورا بعضها ملهاش أي عمق ولا أي معنى. وهنا وصلنا لتالت وأهم محطة في رحلتنا. عشان نحل لغز المعنى ده ونخلي الكمبيوتر يفهم إن طالب وتلميذ قريبين من بعض، كان لازم تحصل ثورة تانية، ثورة اسمها التعلم العميق أو الديب ليرنينج. هنا بقى حصلت القفزة الحقيقية. الفكرة العبقرية كانت إيه؟ بدل ما الكمبيوتر يشوف الكلمة على إنها مجرد حروف، بدأ يحول كل كلمة لمجموعة أرقام، زي بصمة أو شفرة رقمية كده. الأرقام دي مش أي أرقام والسلام، لأ، دي بتلخص معنى الكلمة كلها في شوية أرقام. والجميل في الموضوع ده أن الكلمات اللي معانيها قريبة من بعض بصماتها الرقمية بتكون قريبة من بعض. يعني كلمة زي ملك هنلاقي بصمتها الرقمية قريبة قوي من بصمة كلمة حاكم، لكن بصمة كلمة قطة هتلاقيها في حتة تانية خالص، كأن كمبيوتر عمل خريطة للمعاني، والأول مرة بقى قادر يشوف مين قريب من مين في عالم الكلمات. تمام، كده الكمبيوتر بقى بيفهم معنى الكلمة لوحدها. بس فاضل التحدي الأكبر والأخير، السياق. يعني إزاي يفهم إن كلمة بنك في جملة ذهبت إلى البنك غير كلمة بنك في جملة بنك الدم؟ دي كانت الخطوة اللي فاضلة. ومن هنا وتيرة التطور بقت سريعة بشكل جنوني. ظهرت تقنيات زي Word2Vec اللي ثبتت فكرة البصمة الرقمية دي، وبعدها على طول جت القنبلة، ثورة الترانسفورمرز، ودي اللي ادت للكمبيوتر القدرة إنه يبص على الجملة كلها، بل على الفقرة كلها مرة واحدة، ويفهم السياق العام. ودي كانت حرفياً البوابة اللي دخلنا منها لعصر تشات جي بي تي. النتيجة كانت مبهرة. النماذج دي ما بقتش مجرد آلة بتخمن الكلمة اللي جاية، لأ، دي بقت بتفهم سياق الكلام، تقدر تكمل مقالات كاملة، تترجم بين لغات عمرها ما شافت بعض، تجاوب على أسئلة معقدة، والأهم من كل ده إنها تقدر تدخل في حوار حقيقي ومتماسك. فالرحلة اللي بدأناها دي من عصر القواعد الجامدة لثورة الإحصاء، وبعدين قفزة فهم المعنى، وأخيراً إدراك السياق، هي دي بالظبط الطريق اللي مشيناه عشان نوصل للنماذج اللغوية الجبارة اللي بنستخدمها كلنا النهاردة، وعلى رأسها طبعاً تشات جي بي تي. طيب كده إحنا وصلنا للحاضر، وصلنا لنقطة الآلات فيها بقت بتفهم لغتنا بشكل كويس جداً، لكن ده بيخلينا نسأل سؤال مهم قوي: إيه الخطوة الجاية؟ وده السؤال اللي هنسيبه مفتوح. دلوقتي بعد ما الآلة قدرت تحل واحد من أصعب ألغاز البشرية على الإطلاق وهو اللغة، تفتكروا إيه هو اللغز الكبير الجاي اللي هنرميه عليها عشان تحله؟